هاي، انا عمر من انجلش فيرس، والنهارده معايا مستر عبد الله عشان نجاوب عن اكتر الاسئله اللي جات لنا من الستودنتس عن انجلش فيرس. مساء الخير يا مستر عبد الله، وحابين نعرف منك ايه هي الكورسز اللي بتقدمها انجلش فيرس. احنا حاليا عندنا نوعين من الكورسات وهما الجنرال انجلش والايلتس بريباريشن. بالنسبه للجنرال انجلش كورس جه عليه اسئله كتير جدا. ايه هو الجنرال انجلش كورس، وايه هي الميزه في انجلش فيرس في تدريس اللغه الانجليزيه خصوصا في الجنرال انجلش كورس؟ كان بيجي لنا بعض الطلاب يقولوا لنا ان هم عندهم مهارة الاستماع قوية جدا، ولكن التحدث او ان هم يعبروا عن نفسهم ممكن بيكون صعب. البعض الاخر كان بيقول لنا ان هم السبيكينج عندهم الى حد ما كويس، ولكن مهارة الرايتنج بتكون ضعيفة جدا. الميزة في انجلش فيرس ان الكورس اللي بنقدمه بيدرب الطالب على الاربع مهارات بتاعة اللغة: listening, speaking, reading, writing، وبرضو الاربع انظمة اللي هم vocabulary, grammar, pronunciation و functional language، بحيث ان الطالب مع نهاية الكورس بتكون كل المهارات دي على نفس المستوى من الكفاءة، وما بتكونش في حاجة اقل من التانية في المستوى. طيب، وبالنسبه للايلتس بريباريشن كورس، يمكن اكتر سؤال جالنا عن الايلتس بريباريشن كورس هو ايه هو الايلتس تيست، وليه ممكن ستودنت يحتاج ايلتس بريباريشن كورس؟ بالنسبة للآيلتس تيست فهو اختبار لقياس الكفاءة في اللغة الإنجليزية، وده في الأغلب بيحتاجه الناس اللي بتسافر لأغراض الدراسة أو العمل. في الآيلتس بريباريشن كورس احنا بنساعد الطالب يتدرب على مهارات حل الامتحان، اللي هي برضو 4 أجزاء ليها علاقة بالأربع مهارات بتاعة اللغة: listening, speaking, reading و writing. ومع نهاية الكورس بيقدر إن هو يحل اختبار آيلتس كامل وياخد كمان فيدباك عليه. دي كانت اكتر الاسئله اللي سالت لنا بخصوص انجلش فيرس والكورسز اللي بنقدمها. ولو حابين تعرفوا معلومات اكتر عن انجلش فيرس او عن الكورسز اللي بنقدمها، عن الاسعار، ما تنسوش تسيبوا لنا كومنت في الكومنت سيكشن بلو، واعملوا لنا فولو على السوشيال ميديا لينكس فيسبوك تيك توك وانستجرام، او زوروا الويب سايت بتاعنا على www.englishverseeg.com. See you in the next video.